النهارده هنتكلم مع محمد. ومحمد انا اتعرفت عليه في كورس كنا بنحضره، واتفاجئت لما عرفت كمية الحاجات والهوايات اللي عنده والحاجات اللي بيدرسها جنب شغله الأساسي. وكان عندي فضول قوي أعرف عنه وأعرف هو إزاي بيلاقي وقت يعمل الحاجات اللي بيحبها جنب شغله جنب حياته جنب مسؤولياته. واتكلمنا عن حاجات تانية كتير زي الجواز والطلاق والتربية والعلاقات وحاجات تانية كتير. ان شاء الله الحلقة هتعجبكم وانا مهتمة قوي ان انتوا تشوفوها. الاول بس انا عايزاك تقولي انت درست كام حاجة، والشغل ايه، الهوايات ايه، الحاجات دي، عشان لاحظت ان انت بتقول حاجات كتير كده. درست ايه اصلا. انا درست تجاره، خريج كليه تجاره امم. واشتغل في بنك. ده امم. ده كان شغلي. خدت ايه بقى جنب يعني بعيدا بقى عن مجال الشغل والقصه دي، خدت كذا حاجه، خدت حاجات كتير قوي. اولا درست ورش تمثيل، خدت 3 ورش تمثيل. آه، كنت بحب ثلاثة؟ ان ده انا انت مصمم بقى. خدت ورشه، وبعد كده خدت الادفانسد، وبعد كده خدت واحده ثالثه مع مساعد مخرج، يعني ابتديت عليت في الموضوع يعني. وفي نفس الوقت خدت انا بحب ابقى، كنت عايز ابقى ترينر، كنت عايز اشتغل امم. ترينر. اه. فطلع ان في كورس اصلا بيتاخد اسمه TOT، ترين اوف ترينر، ازاي اصلا ابقى ترينر. مرتين، مره واتنسى، وخدته بعدها بسنتين. كنت عايزه من مكان يعني معتمد شويه، فرحت لقيته في مكان تاني في جامعه كويسه يعني، فبتدي سيرتيفيكت حلوه. امم. فرحت خدت تاني السنه اللي فاتت يعني. طب انت عايز تبقى ترينر لايه؟ بصي، مينلي يبقى سوفت سكيلز. عايز ادي حاجات سوفت سكيلز، ولو في امم. حاجه تكنيكال بقى تخص الشغل بتاعي يعني ممكن اديها تعمل يعني كده. عادي. بس امم. يعني كل اللي بحكيه لك ده انا ما عملت يعني، ما اشتغلتش بيه. انا خدته الحمد لله، درسته الحمد لله، بس ما جاتش بس لسه الاوبورتيونيتي ان اه. الواحد بس انت يخش بقى عملت حاجات، عملت حاجات تمثيل. انا لقيتك في بعت لي التمثيل. حاجة كنت عاملها قدام احمد السقا. عملت حاجه مع احمد السقا ورمضان اللي فات. امم. وعملت حاجه في فيلم بيت الروبي، كان في الصيف اللي فات. اه شفتها. مشهدين كده. امم. بس دول اكتر، دول الحاجتين الجامدين يعني، المعلمين يعني. في حاجات تانية بقى، في اعلانات بقى، شويه اعلانات كده صغنطاطه كده صغيره امم. عديت عليها يعني كده. بس هو التمثيل هو الحاجه الوحيده اللي انا درستها واشتغلت بيها. ايوه. بقيه الحاجات لا لسه ما جاتش الفرصه يعني. قلت لك التريننج، وخدت كمان دخلت بقى في مجال فويس اوفر شويه. خدت الفويس اوفر، وبعدين لضمت فيه، لقيته في اخر حته كده في الدوبلاج كرتون. لقيته كانوا بيدونا بمبادئ عنه كده، لقيته لطيف قوي. قلت لا طب ما حلو ده، ما اخده تاني. خدت كورس فيه لوحده بقى بعديها، كورس كامل للدوبلاج. وعملت حاجه في الدوبلاج، يعني فعلا عملت حاجه في الدوبلاج في ديزني. عملت حاجه اه. اوفيشال. اوكي. نزلت في البلاتفورم بتاع ديزني بلس. ايوه. كانت الدكتور اللي بتدينا الكورس يعني، فخدتني كده، عملت دور صغنطوط كده في حاجه في ديزني يعني. بس ده واللايف كوتش طبعا، ده اخر حاجه. الكوتشنج اه. بالظبط اخر حاجه احنا فيها يعني. طب ليه بس بتعمل كده يعني؟ انت واحد بتشتغل في بنك، اكيد بقالك فترة كويسة، اكيد عملت بوزيشن كويس. ليه بتعمل الحاجات دي كلها؟ انا يعني اكتشفت ان هو يعني الحته دي مش بتاعتي يعني. احنا مش يعني شغلتي والحمد لله الواحد ناجح فيها وبيجتهد فيها وكل حاجه، بس مش دي حاسس إن مش انا يعني. انا مش موجود عشان اكمل في المكان ده او في الكارير ده نفسه يعني. اه. مش هو ده انا. ده اه. ترتيب القدر والشغل وكرم ربنا وكل حاجه، والحمد لله على كل حال. بس برضو لا، في حته كده مش بتاعتي. انا بحب ايه بقى، انا نفسي بحب ايه، محمد بيحب ايه. ف... فحتتين هي دي بالذات الحتة التمثيل. بتاعت القطيع بقى، اللي هو هتدخل الجامعة، هتخلص الجامعة تشوف وظيفة كويسة. وظيفه كويسه، انما الحاجات التانيه بقى اللي على جنب دي، اللي هو انت اصلا بتحب ايه او ايه هواياتك، طب ما تنميها او تشتغل فيها. ده كان عرف مش موجود عندنا. خلص اشتغل موظف بس. ايوه. اصلا زمان لما جيت ابتدي،
قلت لوالدي، قلت له انا بص، انا عايز اخش مع التمثيل اصلا، مش عايز اخش، مش عايز اخد قصه الكليه والوظيفه والكلام ده. وافق؟ مش عايز. لا، رفض بات. قال لي لا يا بص يا حبيبي، روح هات لي شهاده جامعيه كده كويسه بنت ناس، وبعد كده روح اعمل اللي انت عايزه. فده كان فكر ساعتها وخلاص. ف... فمشينا. بس جيت في فتره بقى قلت لا، طب هو انا فين؟ انا في ايه بقى بعمله انا بحبه؟ مم. لما لقيت الحاجات دي، في حاجات دخلتها صدفه ما كانتش في دماغي خالص، وجت كده صدفه يعني. بس هما كانوا اكتر حاجتين انا فعلا حاببهم، هو موضوع التمثيل وموضوع ان انا ابقى ترينر ده. فدول رحت خدت فيهم، حتى خدتهم بارل مع بعض، الاثنين كانوا في نفس الوقت، الكورس ده مع الكورس ده. كان كانت دي البدايه يعني. كان ده 2020 بقى، من 3 سنين حاجه كده يعني. ده وقت. وعايز اقول لك ده امتع لحظات حياتي، ان الواحد بيعمل حاجه هو بيحبها. لا، والحمد لله برضو اكتشف ان هو يعني الحمد لله يعني كويس فيها يعني، من فيدباك الناس. لا، ما انت يجي منك، فبتبقى حاجه انا سمعت عظيمه. الجزء اللي بعتهولي بتاع الفيلم بتاع بيوتي اند ذا بيست. اه صوتك لايق جدا. اه اه عملت اه حلو اه قوي. اه, يعني بجد. كانت هي صممت ان قالت لي لا، انت اعمل ال- الحته دي صوتك هيليق فيها يعني. اه. فعملتها والحمد لله، طلعت لطيفه يعني، الحمد لله. ايوه، لله. ليه كوتشنج يعني؟ ماشي. ممكن افهم فكرة التمثيل والدوبلاج والفويس اوفر، يعني حاساهم في حتة برضو مش بعيدة عن بعض. ليه كوتشنج؟ ليه كوتشنج؟ لان يعني انا اتزقيت عليها بصراحه. موضوع الكوتشنج ده انا اتزقيت عليه، مش رايح بمزاجي قوي يعني. كان ما كنتش واخد بالي منه انه ممكن واحد يخش في حته الكوتشنج دي. لان مش انا اللي بقول، الناس بتقول ان في بيأتمنوني جدا على حاجات، ويجوا يحكوا لي حاجات وبيقتنعوا برأيي، بيقولوا انا بسمع كويس وبحاول اوصل معاهم لحلول، وبفكر، مش بقول الكلام السائد اللي كل الناس لما تسمع مشكلة تقوله. امم. لا، بتحاول تفكر، بتحاول تحط نفسها مكان الشخص اللي بيحكي الحدوتة او اللي عنده مشكلة، ويحاول يوصل لحلول. فدي لاحظتها ناس كتير قوي بترتاح ان هي تتكلم معايا. ف... فقلت طب ليه لا؟ طب ايه يعني، اكيد في حاجه تخدم الموضوع ده، لو ده اراء اصحابي. طيب امم. ما وغير كده الواحد برضو يحب يعني يحب يساعد الناس شويه يعني، لحد ما لو في حد عنده مشكله او عنده حاجه، وحد قاعد يفكر، يعني يفكر معاه، مش يشوف له حل، يفكر معاه بس يسمعه. الناس بتبقى عايزه حد يسمعها مش اكتر، نجيب حلول للناس. مش لا هقول خالص، حل. مش هقول حل، مش هقول له اعمل كذا. مم. لا، موضوع مختلف، بس طلع برضو لطيف يعني، وشويه تكنيكس، والكورس كله كان بصراحه رائع يعني. بس فدي كانت حته اللي زقني على الكوتشنج يعني. طب بيبقى في حتة كده بتحصل لي، يعني أنا كمان الحتة مم. بتاعت السيلف داوت، إن أنت تبقى جاي تاخد حاجة، فتبدأ نفسك تقول لك، أو حد حواليك يقول لك: هو أنت فاضي؟ هو أنت يعني غاوي تضيع وقتك؟ هو أنت يعني غاوي اه. تدفع فلوس؟ هو بتعمل إيه اخرتها بقى ايه؟ في الحاجات دي؟ اخرتها ايه بقى، عارفه؟ يعني انت هتروح تقعد في 4 ساعات تحضر كورس وتدفع فلوس وتعمل مش عارف مده ايه 3 شهور وكوميتمنت وقصه. وساعات طويلة، يعني من 6 ل10 مرتين في الأسبوع. الشك بقى اللي بيجي لك ده بيجي أصلا، ولا انت خلاص بتاخد القرار فالأصوات اللي حواليك بتسكت؟ لا، لو الواحد لو كل واحد سلم نفسه للاصوات اللي حواليه، مش هنعمل حاجه. انا مقتنع بكده، مش هنتحرك والله. انا عايز اقول لك يعني، هرجع لك لحته السيلف داوت دي. بس لما جيت اخد ورشه تمثيل مثلا، الموضوع ده مش يعني ما بيننا، مش عادي يعني. اللي هو ايه ده، انت هتبقى فنان بقى وعايز تمثل وتلعب في التلفزيون ومش عارف ايه. لما قلت لاصحابي، لما كنا قاعد معاهم وقلت لهم يا جماعه انا هاخد ورشه تمثيل، هم طلعوني على المسرح وضحك وتريقه وبتاع. ايه ده، انت هتبقى مش عارف ايه وبتاع، وضحك وبتاع وهزار. فلو انا كنت ساعتها خدت الكلمتين دول ورحت ماشي، ما كنتش هاخد حاجه.
انا مش هقول لك انا مش فنان عظيم، بس اللي هو لا، ما كملت المشوار ولا خلاص انا عايز اخد حاجه انا مقتنع بيها بحبها، عايز اخدها، فماليش دعوه بحد. لان أنا حتى انا كنت هروح مع واحد صاحبي، احنا دايما بنحب نشجع بعض، ما بحبش يروح حاجه لوحده وبتاع. هو فجاه وقع اعتذر وقال لي لا انا مش هروح. قلت لا هروح لوحدي، وكان مكان بعيد، وبرده كان نفس القصه، 4 ساعات ويومين في الاسبوع ومنهم ويك اند. خلاص الواحد بيجي على نفسه وعلى بيته وعلى وقته وعلى كل حاجه. بس لا، في سبيل ان الواحد عايز حاجه فعلا ومؤمن مم. بيها، وحاسس ان هو بيحبها، بغض النظر بقى هيطلع كويس فيها او مش هيطلع كويس فيها. بس ده يخلينا نجنور شويه بقى الناس، نسمع الناس بس يعني ما ناخدش بآرائهم. ان انا في الاخر اتقال لي طب انت عملت كل الكلام ده، جالك ايه بقى؟ اشتغلت بحاجه؟ هو احنا هنفضل ناخد في كورسات؟ طب مش هناخد فلوس بقى ولا ايه؟ الحاجات دي بتتقال. هي دايما بتحسسك ان انت مطالب تجيب فلوس. اي خطوة لازم تجيب فلوس. اي لان انت حاجة دافع، هتستثمر. انت دافع فلوس، طب وبعدين المفروض تدفع فلوس عشان يا تشتغل بالحاجه، يا اما يجي لك شغل، يا يعني لازم يجي لك ما عائد ينفعش يعني. عشان المتعة. لا 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 لا، ده الفكر ده مش موجود، اللي هو مم. حبيت حاجه ما تاخدها. مم. ايه المشكله؟ ده هو انت لو عشان ما كده. كنتش حاببها ما كنتش فعلا هتاخد من وقت الراحة بتاعك. يعني انت لو خلصت شغلك هتلاقي عدد الساعات اللي باقي لك في اليوم مش كتير. قليل. اه. كون الواحد بقى يجي على ده ويفضي وقت عشان يعمل حاجه بيحبها او ياخد حاجه بيحبها، انا شايف ان ده استثمار في الواحد اصلا، يعني الواحد بينفست صح. في نفسه. مش قصه فلوس، بندفع فلوس طب ما الدنيا كلها مليانه كورسز، ما بناخدهاش ليه؟ ايوه انا مهتم بحاجات معينه فبروح اخدها زي بقيه الخلق يعني. فمش منها عائد مادي بعد كده، هيبقى حاجه حلوه جدا طبعا. بس لو ما جاش والله انا اتعلمت واستفدت. وخدي بالك احنا مش بنتعلم الحاجه بس في الكورس، اي كورس عامه احنا مش بنتعلم الحاجه اللي رايحين ناخدها بس، احنا بناخد اكسبيرينس، وبنتعلم من الانستراكتور او الحد اللي بيدينا الحاجه دي، طبعا. وبنتعرف على ناس، بنخلق دايره معارف جديده، بنطلع بعلاقات. الحاجات دي مهمه جدا جدا طبعا. جدا. وممكن ما نقابلش ناس زي دول تاني، ممكن نقابل حد يغير لي حياتي في حاجه تانيه خالص بعدين. فهو الهدف طبعا. بس مش قصه رايح احضر حاجه واروح. لا، في ابعاد كتير بره المواضيع دي تستحق الفلوس اللي بتدفع. انا ده رايي الشخصي بصراحه يعني. انا موافقة جدا يعني، بس هي الفكرة انه الحاجات دي بلاقي ان هي مش هينفع تتشرح ل99% من الناس اللي انت تعرفها. لانه رحلتهم غير رحلتك، نظرتهم غير نظرتك. فكرة ان انت اللي بتعمله دلوقتي لازم يجيب لك فلوس بكرة. انت مش عارف هو هيجيب مش لازم اصلا يجيب فلوس بكرة يعني. مش عايز اجيب فلوس، آه، يا ريت بالظبط. يجيب، ما جابش، ما انا بس مش استفدت. لازم. مم. انا يعني استفدت فكرة انا. انك تعمل حاجة فور جوي، انا هعمل ده بس عشان المتعة. الاوبشن ده محتاج يعني يتغذى شوية. هو لما حد بيحب الكوره وبيحب يروح الماتشات ويروح الاستاد، هو بيروح ليه؟ بيدفع عشان فلوس بيحبها. ويروح ويحضر ويروح الاستاد ويدفع تيكت ومش عارف ايه وبتاع ويتبهدل ومش عارف ايه. ليه؟ مش يستمتع؟ هو بياخد حاجه؟ لا. هو بيروح يتفرج، يستمتع، فرقته بس دي تكسب، كورة. ينبسط. دي كورة. مثلا ماشي. هتلاقي حد بيقول لك انت بتقارن الكورة اللي انت رايح تتعلمه. هي متعه، هي متعه يعني. وليه ما في ناس بعد كده بتخش في مجال الكوره وتدرس بقى تحليل رياضي، ومن كتر ما بتشوف وبتتفرج ممكن يقلب معاها الموضوع بعد كده لدراسه حاجات تانية. او لو مش كده، انا رايح انبسط، انا رايح ادفع فلوس عشان انبسط، انا رايح ادفع فلوس عشان اكل اكله حلوه. الاكله دي بقى غاليه مش غاليه دي مش قصتك، انا رحت كلت الحاجه دي في المكان ده انبسطت روحت، بس انا اشتريت متعتي بس. صح. خلاص مش لازم بقى لا شوف طب انت دفعت كام فهيرجع لك كام امتى. ما بنحسبهاش كده خالص يعني. مم. بس للاسف نسبه كبيره زي ما انت قلت كده بيفكروا بالفكر ده. ايوه. إيه ليه؟ لا حط جنيه يجي هي لك جنيه. فكرة انك تدفع في حاجة مش ملموسة كمان دي بتوتر شوية يعني. لو انا قلت لك مثلا تجيب حاجة براند لولادك، ولا توديهم لدكتور نفسي مثلا عشان هو عنده مشكلة.
هتلاقي ان الناس اغلبيتها بتميل لفكرة ان هي تروح تشتري لولادها، مش ان هي توديها لدكتور لو حد من ولادها عنده مشكلة. عشان الحاجة الملموسة بتبقى اسهل او منطقية اكتر بالنسبة لناس كتير. يعني انا اشتريت كذا، فالكذا ده قدام عينيا انا شايفه، لكن ايه هودي ابني الدكتور يتكلم معاه وهو في السن ده مثلا يعني. ونتيجته اه هتيجي امتى؟ يعني روح سافر سفرية حلوة، لكن تروح تقعد مع دكتور هيقول لك ايه يعني. فالحاجات دي انا شفتها، شفت يعني، مش امثله، دي حاجات شفتها بعيني. ده الواقع. الناس عايزه إن عايزه الحاجه اللي بسرعه، عايزه اشوفها الملموس. دلوقتي. اه نتيجتها ونتيجتها قدامها، تبقى لا. دلوقتي. انا عايز ايوه. اشوفها. اروح اجيبها اشوفها البسها خلصنا. اه كده انا ساتسفايد باللي دفعته. بالظبط. انفست بقى وندرس ونستنى وربنا يسهل والكلام ده. طب بتضيع وقت. ايوه صح. وانا شايف ده استثمار للوقت. الناس بس في خلط للمفاهيم عندهم رهيب يعني. بس كل واحد حر في. هي نفس الفكره يا كاتو، عارف فكره انه آم، آه، لو انا قلت لك تعالى نلعب رياضه عشان نخس، ولو انا مم. جيت قلت لك تعالى نروح نشتري اشطوطه او كنافه بالنوتيلا، انت هتتحمس اسرع لمين؟ ما هو تعالى عشان نخس دي انت بتتكلم في شهرين ثلاثة يعني. فهتلاقيني بجري ناحية النتيجة السريعة، اللي هو ابسطني دلوقتي، اديني انبساط دلوقتي. اديني متعه حالا. اه اديني متعه حالا. ما تدينيش بالظبط. حاجه. ولو مشينا لا ما بنظبطش احنا على الحاجات دي. ما عندناش الطقطان ده. بس في ناس عندهم بصراحه. اه ناس كده. وفي قصص نجاح كتير قوي. لما تسمعيها تلاقي ناس بدأوا بحاجات صغيرة ودرسوا حاجات كتير قوي ونتيجتها جت بعد سنين. فضلوا مصدقين في نفسهم، مصدقين هم هيعملوا حاجة في الآخر. جت. بس يعني فضلوا يحاولوا. هو قيمة الإنسان أصلا إنه يحاول. وجهة نظر شخصية. يعني احنا عايشين نحاول. تقصد ان القيمة في السعي مش في النتيجة؟ ما هو بنقول وليس للإنسان إلا ما سعى. خلاص. أنا بشوف دلوقتي أنا أسعى عشان حاجة نتيجتها دي مش بتاعتي. دي بتاعت ربنا. دي اقدار بقى ربنا كاتبها. والله كاتب لي كاتبها لي. هتحصل كمان سنه، كمان يوم، بعد بكره. مش هتحصل خالص. انت اسعى ومالكش دعوه بالنتائج. صح. بس روح كده وجرب. ما تفضلش بقى قاعد وانا لسه هروح اعمل مش عارف ايه. يا ابني مش ده فلوس كتير قوي هجيبها منين؟ ده الوقت هو اليوم في حاجه. الواحد بيروح بالشغل يرجع ينام عشان يصحى يروح الشغل. هنجيب وقت؟ لا هنجيب وقت. ولما يكون واحد عايز يعمل حاجه بيجيب لها وقت. وبيستلف فلوس او بيظبط فلوس لا. بس اهم حاجه الواحد يكون عايز. صح. اسعى وسيبها على الله. سيبها يعني ايه. انت ريح دماغك بس من قصه وماذا بعد دي. خليك بس تعمل اللي عليك ومالكش دعوه بحاجه تاني. هو انت كلامك صح جدا، وفكرني بحاجة. هو ها. النجاح مش سهل، خلينا متفقين. ليه؟ طبعا. لأن انت بتقاوم حاجات جوه وحاجات بره. يعني اولا انت مخك عايز ينتخ، مخك عايز يريح نفسه. فلما قعدت قريت شويه على موضوع ايه موضوع الكومفورت زون، واحنا ليه مش عايزين نخرج براها، وحتى لو جوه مش كومفورت، يعني جوه اصلا مش، بس انا مش عايزه اخرج بره. زي مثلا اكيد انت صادفت حد قاعد في شغل بقاله 10 سنين، 10 سنين بيشتكي. طب انت جربت حاجه تانية؟ لا. طب رحت مكان تاني؟ لا. طب اي حاجه؟ لا. ففكرة إن مخك أصلا بيبقى مش عايز يعمل مجهود، فبيقعد يرضيك كده، اللي هو اقعد انت لسه هتقوم، انت لسه هتفرهدنا. ف... ففكرة إنك تنجح أنت بتقاوح حاجات جوه وبتقاوح اللي بره. يعني مثلا لو واحدة ست دلوقتي عندها أولاد وفكرت تلعب رياضة، هتسمع كلام شكله عامل إزاي مثلا من أصحابها؟ يعني هو أنت عندك وقت؟ هو أنت غاوية فرهدة؟ مرة سمعت عندك صحة، عندك صحة تضيعيها؟ لسه عندك صحه صحيح بعد العيال دي تروحي تعملي رياضه؟ ده ايه ده؟ مش بالظبط، اللي هو عندي صحة أضيعها، هي دي أصلا اللي هتجيب لي الصحة بعدين يعني. فاللي بقوله ده مش نقد لحد، اللي بقوله ده على فكرة تغيير المايند سيت، مش حاجة سهلة. هي فكرة إن تغيير طريقة التفكير، لأنك هتلاقي ناس بره بتحارب، وهتلاقي دماغك ومخك نفسهم بيحاربوا. ففكرة الإصرار دي يعني
مش رحلة سهلة، مش هكذب عليك يعني. ما هو لازم تيجي من جوانا بقى، لان بره بيعطلنا. جوه فهي لو بيعطل. ما جاتش ان احنا من جوانا احنا عايزين، ما احنا لازم نتغلب بقى، ما احنا جوانا صوتين، ما احنا اه، ما لازم انت لازم لازم في صوت. تفهم، انت لازم تبقى يعني فاهم اللي بيحصل جوه. ودي ميزه السيلف توك بقى. طب ايوه. ما اخد ودي بقى مع نفسي، طب انت عايز كده، طب انا عايز كده، طب ده الصح ده الغلط، لا مالكش دعوه، انا هروح اعمل كذا عشان دي صحتي، عشان ده مش عارف ايه، عشان ده مستقبلي، عشان ان زي ما انت قلتي كده، لا المخ عايز ايه؟ يا عم انت لسه هتقوم نام. جت في التمرين، بدل ما انت تروح تتمشى في التراك، يا عم اقعد على الموبايل شويه، ولا تسمع لك اغنيه، ولا تتفرج على حاجه فرهضه. حقيقي حقيقي. لو احنا ما قاومناش ده اللي بره مع الاصوات الداخليه اللي عندنا جوه، هنفضل زي ما احنا، مش هنتحرك ولا هنتقدم خطوه. طب انت قولي على حيلة بتعملها مع نفسك لما ايه النيجاتيف سيلف توك غلبك، يعني دماغك عمالة تقول لك كلام مش ظريف، بتقلل منك، بتقلل من مجهودك، بتشكك فيك. قالت لك جملة شبه جملة سمعتها من بره، فحسيت اللي هو ايه ده انا في ناس كتير عليا. آه مم. يعني بتعمل ده ازاي؟ قولي على حيلة تكون بتعملها عشان تغلب السيلف توك اللي بيهبطك. هو دايما السيلف توك اللي جوه بي بحسه صدى صوت من اللي بره. يعني اللي بره بيقول حاجه، اللي حقيقي جوه الاقيه بيكررها ويكبرها. حقيقي. ايوه هم معاهم حق، انت مش هتعرف، انت بتضيع وقت، انت مش عارف ايه، انت ايه، انت فاضي، انت عندك فيك حيل، انت فيك نفس، انت فيك صحه، انت فيك. بصي القصه دي يعني ده صراع طويل المدى يعني مع نفسه. بس بتغلب عليها دايما، ان في حته جوايا كده، في سيلف كونفيدنس كده عندي زياده حبتين. بقول لا، ما هو بص انا هعمل كده عشان واحد اتنين تلاته، بقعد اتكلم كده بصوت عالي، ما هو هي اسباب تؤدي الى نتائج. انا عايز اعمل كذا عشان في واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، هم مش انا. هم كل واحد ليه ظروفه، ليه حياته، ليه طبعه، ليه كل حاجه. هم مش انا، ما لازم نقتنع ان احنا مختلفين يا جماعه. احنا مختلفين ومش كلنا زي بعض، ومش لازم امشي على مزاج حد ولا امشي حد على مزاجي. خد بالك ده بي بي ده ده دي بتبوظ علاقات. يعني حقيقي بتبوظ علاقات. القصه دي كلها ماشيه بتاعي على دماغه. فانا لو حقيقي. سمعت كلام كل واحد قال لي حاجه، طب ما انا كده مشيت على دماغك انت، وفي الاخر مين اللي هيشيل؟ ما هو انا اللي هشيل. فلا، ركز كده مع نفسك، انت شوف انت عايز ايه، وايه الصح. عارفه اعمل الصح اللي احنا بنتريق عليها اللي في الفيلم دي، اعمل الصح. لا فعلا اعمل الصح، لان احنا عارفين يعني كل واحد فينا عارف ايه الصح وايه الغلط. بس احنا يا اما عاملين نفسنا مش شايفين، يا اما بنتكاسل، يا اما بنصدق، يا اما بنستسلم. اوقات بنستسلم، على فكره احنا مش اقوياء طول الوقت. صح. اوقات بيجي علينا وقت بنبقى داون، وبنستسلم بقى للكلام اللي بره او الصراع اللي جوه، انه لا مش هينفع بس بعد بنيجي بعد كده، طول ما الواحد بقى لا في جول عايز يوصل له، في حاجه فعلا عايز يوصل لها، لا هيقوم ويحارب، لا انا هعمل كده. ولما بقى بتلاقي نتيجه من لما انت بتعملي كده، بتتغلبي على الناس. الولد اللي قال لي، لما قلت له هروح اعمل ورشه تمثيل وبتاع، وتريق عليا وطلع لي على المسرح، هو اول واحد بعت لي لما دخل الفيلم وشافه، وبعت لي قال لي برافو عليك. انت شوفي انا بقى احساسي ايه، سيبك من قصه ان انت مثلت وحد شافك وبتاع. هو تحديدا الشخص ده، انا لما سمعت كده، شوف انت كنت فين من سنتين بتقول عليا ايه. لو انا كنت استسلمت لك وما صدقتش في نفسي ان انا ممكن اعمل حاجه، بس اروح ابقى عرفت. فلما انت نفسك، شوف انت بنفسك بعديها بسنتين ثلاثه جيت قلت لي برافو عليك شاطر، انت كويس. فده بقى كل نجاح بقى بيحصل بيثبت القصه دي عند الواحد، بيخلينا لا انا تمام، انا امم. صح، انا ماشي ورا دماغي. ممكن اسمع نصائح كده من الناس، بس القرار بتاعي مش بتاع حد. حقيقي. وبعدين اكتشفت حاجة، انه ساعات الناس اللي بيجي لك منهم النقد دول هم مش بينتقدوا عبيطة او غبية او كذا، هم بينتقدوا اللي هم مش عارفين يعملوه. خدت بالك؟ يعني انا مش جريء كفاية ان انا اخد الخطوة اللي كاتو بياخدها.
انا مش كرييتيف كفايه ان انا اعمل اللي كاتو بيعمله. انا فما تعملوش. بخاف. نعم. فما تعملوش. ولا انا هعمله ولا غيري هيعمله. اه اه. فخدت بالي من الموضوع ده. فبيجي بقى مننا عشان انا ما اشوفش حد احسن مني. مم. فتعالى بقى امهدك. فطلع انه الموضوع طلع مش انه اللي انا بعمله عبيط. الموضوع طلع انه ممكن اللي قدامي ده يبقى خايف انه يعمل ده. فخلاص بقى ولا انا ولا غيري هيعمل. لك عارف فيلم الناظر لما كان في واحد بيقول ما حدش هيتعلم هنا. هنا اه اه. ما حدش هيجرب ما حدش هينجح. آه. فهو عامة بيبقى فيه كمان حتة القطيع دي مش كليشيه على فكرة. يعني حتة ان انت ماشي في القطيع. فاكر لما كنا بنتكلم مع حسام على آه، الخطوات الثابتة. واي حد بيشرخ عن الخطوات الثابتة دي بتبقى انت في ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت هتخرج بره المألوف ولا ايه؟ فبيبقى فيه ضغط كبير عليك. فانا يعني انا متخيلة جدا اللي انت بتقوله. انه يعني الموضوع مش اسهل حاجة انك تقرر انك تجرب وانك تقضي وقت وتقضي مجهود وتقضي اجازة زي ما انت كنت بتقول انك بتقضي يوم في ويك اند عشان تحضر الورشة. فمش سهل مش سهلة خالص طبعا. هو صح زي ما انت قلتي، في ناس فعلا بيبقوا اعداء النجاح، بس ممكن يكونوا مش قاصدين، وممكن يكونوا هم قاصدين، ممكن يكونوا هم من جواهم مش اسويه. صح وممكن يكونوا هو بالفطره كده، لا انت ما عملتش، انا ما بعرفش اعملها، انت ليه تعملها؟ صح صح. يعني انت ليه تنجح وانا وخلي ما نجحت؟ بالك مش كلهم عارفين. يعني هم مش كلهم لاقطين فكرة ان انا بهد في حد تاني عشان انا مش عارف اعمل. اما هي يعني الكلمه بتفرق يا جماعه، الكلمه نفسها بتفرق. في كلمه بتهد، وفي ناس للاسف بيتعلقوا بالكلمه، في واحد بيبقى مستني الكلمه، يعني قول لي كلمه حلوه، فلما ما يلاقيهاش غصب عن التاني بقى يلاقيه خلاص وقع. ف... ففي ناس فعلا من غير قصد بتوقع، بس الناس اللي هم قاصدين بقى وعارفين هم بيعملوا ايه لا انت مش هتعمل، فابتدي اهيئ لك كل الظروف ان الحاجه دي صعبه، وان الحاجه دي يا اما تفه منها، يا اما اقول لك يا عم ده احبطك وخلاص، بقى انت ما تعملهاش وخلاص. ليه؟ عشان ما بعرفش اعملها. طب ما هو كل واحد ليه قدرات، ما انت بتعمل حاجه انا ما بعرفش اعملها، ما هو ربنا مش خلينا زي بعض، صح ما كل واحد عنده قدرات وعنده حاجته، انت شاطر في حاجه انا مش شاطر فيها، فخلاص ربنا يبارك لك يا سيدي. انا شاطر في حاجه او عايز اجرب حاجه بره المألوف. وحته القطيع دي فعلا مش كليشيه خالص، لا احنا لا مش لا بتضغط. انت بتضغط بجد. يعني ناس كتيرة جدا بتضغطك فكرة انك عايز تعمل اي حاجة غير المتعارف عليه. والضغط انواع بقى. يعني في كلام كده بتريقة. في حد يديلك كلام كده تقيل جد. في حد يقطع معاك لو انت هتعمل كده فانا خلاص بقى مش هعرفك تاني. فالضغط برضو انواع. وخلي بالك برضو ان احنا ساعات بنبقى عايزين validation. يعني انا جاي احكي لك فكره انا يا كوتو انا هعمل كذا كذا. فانا ببقى عايزه منك زقه كده تزقني زقه كده اه فاهم. اه. فتخيل بقى لو انت رحت بقى اخترت الشخص الغلط اللي يزقك. باي خلاص باي. باي باي. بالسلامه. يعني مثلا في مثال بالنسبه لي يعني بصراحه التفكير فيه مش مفهوم. حياه زوجيه فاشله. مم. في اولاد بس الحياه الزوجيه فاشله. ما هو في اولاد ما هم هيتفرموا في النص لا. مش ما فيش طلاق عشان الأولاد يا جماعة. الأولاد هي اللي هتتفرم حرفيا هيتفرموا في النص. لا 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 مفيش طلاق عشان الأولاد. عشان هيتربوا كذا. ده هيتربى لوحده وده هيتربى لوحده. هما الأطفال مش محتاجين أب وأم بيحبوا بعض قد ما هما محتاجين يتعاملوا بطريقة سوية. ومحتاجين happy parents. يعني أنا محتاجة أشوف أهلي سعداء حتى لو هم مم. مش مع بعض. حتى لو هم مش مع بعض. انا مش محتاج ان انا اهلي يبقوا بيحبوا بعض قدامي بالعافية.
وايفن اف لو انا مكملت في جوازه بايظه، ما هم مش هيحبوا بعض قدامي، هم هيولعوا في بعض قدامي. فالموضوع ده كان يعني حاجه شائكه جدا في النقاش، انه الطلاق ده بيهدم نفسيه الطفل. طب والقعاد بقى مع اب وام بيموتوا بعض، اخباره ايه؟ لا بس هم يبقوا قاعدين مع ماما وبابا. مهم. فانتوا بتقولوا ايه؟ ويقعدوا مع ناس بيضربوا بعض بس هم قاعدين. لا، المفاجاه بقى ان انا شفت ده بعيني، شفت اطفال متربيه مع ام واب عشان البرواز الاجتماعي، وشفت اطفال يعني من ضمنهم ابني انه عايش مع ام لوحدها وبيشوف باباه لوحده. بس الطفل سوي، الطفل سعيد، هو محتاج يشوف اب وام سعداء، مش اب وام في وش بعض بيتخانقوا. ففكرة الخوف من انك تعمل حاجة ضد المجتمع ممكن يخسرك عيالك. الأعراف والتقاليد والحاجات المجتمعية دي بهدلت الدنيا. قوي. أنا طلعت لقيت كذا فهو كذا، طب هذا ما ما وجدت. نفكر بقى، انا طلعت لقيته على راسي، اقلبه في دماغي طب شويه يعني يلف لفه جوه؟ لا. قصة الكليشيهات بتاعت المجتمع آه، اللي مودينا في 60 داهية واحنا ما بنفكرش فيها. بس دي كليشيهات خطيره يعني، دي حياه ناس، آه، وحياه ناس مش يعني ناس ملهاش دعوه، حياه اطفال ملهاش دعوه. انا مصمم اعيش في البرواز، فبجد بطلع اطفال مشوهين جدا نفسيا جدا، في طب حين ان انا ممكن اعيش لوحدي ولملم كده الحاجات اللي باقية مني وادور على حاجات بسيطة تسعدني، واعمل لنفسي حياة. يعني انا شفت الاتنين، انا شفت ناس عايشين مع اب وام مبهدلين الدنيا مع بعض، وشفت اطفال من ضمنهم ابني، فانا مش هكذب على نفسي في حاجة تخص ابني. أم عندهم مشاكل كتيرة جدا الأطفال اللي بتعيش في أجواء فيها صراع بين أم وأب وخناق و... و... وإحنا بنتكلم كمان على نماذج عادية، ما اتكلمناش بقى على الحالات اللي هي اه لا لا بنتكلم عن معناها محترمة. بالظبط، أنا بتكلم على صراعات، حاجات كده. اه حاجات هي لا، في حاجات تانية بشعة بشعة. في حاجات بالظبط يعني، فبنلعب في حياة ولادنا البخت حرفيا. بص الموضوع ده انا قتلته بحتا، القصة دي بتحكي فيها دي. وبغض النظر ان احنا بنتحكم في مصير الاطفال، على فكرة مش شرط، ممكن يكون مفيش اطفال، او الموضوع ساعتها بيبقى اسهل. اه طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس برضو في اهالي ومعتقدات ان فكرة اصلا كلمة طلاق دي مش في القاموس عندنا. يعني ايه؟ يعني ما يعني فيش ايه؟ ما فيش في عيلتنا حتى. ما تخلينا نقص الشريط احنا طيب. مش بص، هو الطلاق مش حاجة سهلة خالص. طبعا. طبعا. اتجوزت قليل او كتير، يمكن انا بحس ان انا كنت محظوظة يعني، لان انا اتجوزت حوالي سنتين وشوية بس، فكنت محظوظة انه هو طفل واحد، ما عشتش كتير قوي في الجواز، فحاسة ان انا كأني رجعت تاني لحياتي بس مسؤوليات اكبر. فهو الطلاق بيكسر وبيأثر على الاتنين على فكرة جامد. اكيد. ده لو الناس اكيد. بتحس، لان في يعني في ناس بالنسبه لها، لا ما احنا بنتكلم في الكيسز النورمال احنا الطبيعيه. بنتكلم في الناس الطبيعيه اللي بتحس وعندها مشاعر يعني، فهو مش حاجه سهله. انا فاهمه الاهل بيتكلموا اوت اوف انه ايه ده بيت بيتخرب وحاجات ومحتاجات وده انا فاهمه. بيرخبوا موضوع. اه انا فاهمه. وبعدين احنا عندنا برضو الجواز مكلف يعني. انت بتدفع كتير عشان تتجوز. فانت عايز تضحي انت فاهم انت جايب عفش بكام، انت فاهم انت ماليه النيش بكام يعني. فالموضوع بيبقى يا ابني انت هتعرف تعمل غيرها؟ اه مش مبسوط عشان عشان الحيطان وشويه العفش. اه او تلاقي بقى في قول اخر انت هتسيب لها الشقه. ايوه ايوه.
ما انا ولادي قاعدين يا جماعه، ما هو العيال قاعدين جوه، لا ما انت بتسيب لها الشقه مش لولادك. لها، ما هي فكره، حاجه ما هو لها، بص، اه. شوف الكلام بيتقال ازاي. اه. تسيبي له مش عارف المؤخر، ولا هتسيبي له مش عارف تنازلي عن مش عارف ايه. لا، هو يا جماعه مش قصه شويه لا، فلوس في ولا. الكلمه اللي هي مشهوره دي بتاعت ابريني دي، اه اه، ايوه اللي ايوه. هو انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ احنا بنتكلم في طلاق حضرتك انت يعني، قصه كبيره، وتلاقي بقى شخص كده طالع لك يقول لك ابريني ابريني ايه حضرتك يعني؟ احنا داخلين على منعطف تاريخي تاني خالص، فآخر حاجة بنفكر فيها دلوقتي البري والأقلام الرصاص والحاجات يعني، مش ده خالص. مش ده خالص الصراحة اللي احنا بنفكر فيه يعني. وانا مقتنع بحاجه، هو اتنين عايشين مع بعض، مم. مبسوطين مع بعض او مش مرتاحين مع بعض، مم. يمشوا، يبعدوا كده. مم. في بقى طفل، ما فيش طفل، في اتنين، في تلاته، في اربعه، ما ينفع. عن ان انا اضغط على نفسي واكمل، او على نفسها وتكمل في حاجه هي مش مبسوطه علشان خاطر اي حاجه، هاي. عشان خاطر هاي. انتوا عايشين عيشتنا، انتوا مش حاسين بينا، انتوا بس قاعدين بتنظروا. لا لا لا، اقعد استحملها عشان خاطر العيال، لا لا لا، بقول لك ايه، اقعد بقى شويه كده، ما لم بقى الدنيا عشان هتروح فين. والعيال قصه ان ربطه قصه الطلاق بالعيال، عشان بس الواحد قلبه يرجع. طب ما هو زي ما انت قلت كده، طب هو احنا هننبسط لما الولاد يعيشوا صعب ما بين الاب والام، كل يوم خناقات وكل يوم في مشاكل؟ هم هيطلعوا دلوقتي مش اسويه. طب هو دلوقتي الست اللي جوزها مسافر، واللي هو مغترب، مش مم. بيتربى؟ تقريبا بيتربى. بيتربى مع حد، مع شخص، مع، والاب ده بينزل اجازات وخلص. طب لا قدر الله ولو الاب توفى، هل مثلا. العيال دي بتطلع العيال دي لا، بتطلع ما اسويه؟ ما, بتطلع ما والله. انا جايه لك بقى من كلام من الناس اللي هم بينادوا بعدم الطلاق في اي حال من الاحوال، حتى لو الناس بتذبح بعض، هيقول لك اه بس ده قضاء الله وقدره. ماشي، ما يعني هي جوزها مات، ده خلاص، ده ربنا عمره. هي خلاص جوزها بقى انا. مسافر، الراجل شقيان بيشتغل بره. هو احنا مش بنقارن ان الطلاق زي اللي مات، بس بنقارن على فكره الطفل نفسه انه يطلع سوي ولا لا، في يعني بنسبه بس عكس نظريه ان لازم اب وام عشان الطفل يطلع سوي. ده الجمله اللي مش موافق عليها شكلا مش ومضمونا. مش مش لازم خالص. ايه العلاقه اصلا؟ ما اه، اعرفش. ده الطبيعي الاسري، يعني هي الاسره ما هو بتتكون من اب حضرتك، ما وام. هو انت لما تبقى قاعد غصب عنك مش هتعمل الطبيعي. مش هتعمل حاجه اصلا. مش هتعمل حاجة اصلا. وجس وات بقى، جس وات بقى ان انا شفت بعيني بقى ناس شايفة اولادها دي عبء. ليه؟ ما هو انا قاعد هنا عشانك، فانا شايف ان انت عبء، انا شايف ان لا، ولادي عبء لان انا في عدد قاعد في البيت ده عشان. يعني انت اللي مقعدني في البيت ده. بالظبط، مع ان بس هو اصلا لا قال لك تتجوز مامته، ولا قال لمامته تتجوز حضرتك، ولا قال لكم تعملوا الحفله دي كلها. فبنرفلكت الالم اللي جوانا، وانا متضرره واللي قدامي متضرر، فبنصب الغضب والضرر اللي احنا حاسين بيه ده على اولادنا. ما انا مش فاهم. ففي النهايه ده اختيار، وخلي بالك ان كل اختيار فيهم برضو ليه تمن. يعني انت مش بتخلص، يعني انت خلاص اخترت تعيش ليه تمن، اخترت تمشي وتنجو بنفسك واللي باقي منك واللي باقي من عمرك ليه تمن. بس انا طبعا. شايفة ان انت لما تعيش لوحدك حياة انت تختارها بشكل صحي، حتى لو ناقصها حاجات، وانت تتعامل مع النقص ده على انه دي الباتل بتاعتي. انا الباتل بتاعتي ان انا ابقى ام بتربي ابنها وبتشتغل وعايشه لوحدي وكذا وكذا وكذا. هل ممكن اقابل في يوم شخص كويس؟ ممكن جدا. هل ممكن ما اقابلوش؟ ممكن جدا عادي. بس مم. اقصد انه ليها تمن. بس انا اخترت اعمل لنفسي حياه صحيه. فكره بقى ان انا اعمل لنفسي حياه صحيه في جو كله مشحنات، وحد ماشي يمين خالص وحد ماشي شمال خالص،
والدنيا متنافرة والناس مش فاهمة بعضها والناس قلوبها مش على بعضها. عشان خلي بالك دي حاجة مهمة، ان انت تعيش مم. في بيت الناس قلبها فيه على بعض. انا لو غلطت مش هتبست، انا لو احتجت كلمة حلوة هجري على البيت عشان اسمعها. مم. انا لو خايف او مهزوم او بمر بمشكلة مادية او عندي مشكلة في شغلي او سبت شغلي او عندي، لو في حرب بره ادخل البيت ده ارتاح. ف... الأمان. فلو انا معرفتش اعمل ده مع حد، انا اقدر اعمله لوحدي على بشكل اضيق شوية. على قدي. فاهمني؟ على مم. آه هلاقي حاجات وهلاقي حاجات حلوة ومميزات كتير، وهلاقي حاجات ناقصة. بس لما بتعامل مع النقص ده يعني ما بقاش متجوزة بس مش متجوزة، لا أنا دلوقتي مش متجوزة مش متجوزة. فلما مم. أحس إن أنا عايزة ونس، نفسي في حد نتكلم سوا، نتشارك حاجات، نعمل حاجات سوا، أوكي هو مش موجود. فده بالنسبة لي صحي، غير إن أنا أبقى عايشة مع حد بس هو برضو مش موجود. دي فده أصعب. بالنسبة توكسيك جدا بقى. مم. وده اللي عمل اللي هي دكتورة دكتورة طبيبة نفسية. أنا كنت بحكي لها حاجة يعني فبقول لها أنا حاسة إن نفسيتي تعبانة لأنه أنا بسمع كتير دلوقتي إن في ستات بتعرف ناس بتبقى عايزة تحب حد على جوزها، وإحنا في مجتمعنا مشهور قوي إن الراجل اللي بيعمل كده أكتر. مم. قالت لي 90%، بص الرقم، 90% من الستات المتجوزين اللي بيجولها في العيادات دلوقتي بيعرفوا حد، بيحبوا حد على جوزهم، لأن هم مش لاقيين السبورت والاهتمام والحب، والدنيا فيها مشاكل ومشاحنات، فبتدور على ده بره. هي بتستسهل، ما هو أنا مش عايزة أهد البيت، ومش مم. عايزة، أصله لو سابني مش هيصرف على الولاد، أصل مش عارف ممكن فأنا بصرف نفسي، بدي نفسي إيه مسكنات. وبحلله. كارثة. وبحلله. وبح... لا اه، دي ما انا بقت مش لاقي. ظاهرة. يعني احنا زمان لما كنا نسمع ان الراجل بيخون، لا ما هم الرجالة كلهم كده، ما هو الراجل المخلص دلوقتي بقى مش عارف ايه. ده كليشيه بالمناسبة برضه. الرجالة كلهم كده دي. بص انا مش بحب التعميم، يعني التعميم بالنسبة لي مش حاجة صح خالص ده يعني. ظلم. ظلم تعميم ظلم. لا مش حاجة صح. ممكن تكون حاجة اتكررت كتير فانا مخي بيستسهل ويختار انه ايه كله كده، بس مفيش حاجة اسمها كله كده يعني. النسبة الأكبر أو المتعارف عليه، إنما اه مش اه كل دي قاسية اه جدا لا يعني. مش منصفة، يعني فكرة التعميم مش منصفة، يعني أنا معاك في الحكاية دي. ففكرة بقى إن أنت تكمل في الغلط، إحنا اتكلمنا في حاجات كتير قوي النهاردة. فكرة كده. إنك خدت بالك. فكرة إنك تكمل في وضع غلط مش بيطلعك أبدا سليم، أبدا. معاكي مليون في المية. مم. الغلط لازم يتصلح حتى لو جه على حسابه حاجات تانية كتير. أيوه تهون ونعدي ونتعود صح وهنعرف وهنكمل، بس ما نكملش في وضع غلط. بالظبط. احنا لينا، احنا لصحتنا النفسية اولا، ثم لو في بس حد بقى مسؤول مننا بقى في اولاد او حاجة، ده صح ده مهم قوي، ده مهم قوي ان احنا نعمله. صح فنسيبنا بقى من المجتمع واللي بيقولوه بتاع. هو شوف ان دلوقتي نسبة الطلاق عاملة ازاي في مصر، عالية جدا، عالية جدا. جدا. مدة الجوازات بقت قليلة شوية. يعني انا زمن بقى ال 40 سنه وال 50 سنه الجواز بتاعت جدودنا دي، وما بقتش موجود. اتنين وثلاثه واربعه، وفي سنه وفي 5 شهور وفي 3 سنين وفي، لا الموضوع بقى. انتوا ما لحقتوش تعرفوا بعض اصلا يا حبيبي. طبعا انتوا لحقتوا. بس هو المهم في الموضوع بس ان هو مبقاش، عشان فيه بتبقى فيه طلاق بيحصل نتيجه لان الحد منهم، حد من الاثنين من الطرفين مش مسؤول اصلا، او مش مؤهل ان هو يتجوز، او كان فاهم الموضوع يا عيني غلط. ف ف فحس انه اتدبس فخلع. لا، ده مثال ما لا اقدرش اخد بس بيه. عايزه اقول لك حاجه، ده كتير.
ده كتير كتير. جدا. مم. ما هو المده انا القصيره بالنسبه دي. لي انا مش فاهم ان الشيله عامله كده. انا مش فاهم ان مم. ايه يا جماعه الريسبونسابيلتيز الكتير دي ايه ده؟ وزوجة بقى وطفل وبتاع، ودي عيانة بالليل وده عيان وده هاخدهم للدكتور و... في ناس هو دور بتبقى اللي مجتمع، هو دور مجتمعنا ايه بقى؟ توعية ما بقى. ما فين بقى التوعيه اللي بتحصل للناس قبل ما تيجي تتجوز؟ فين في الاب الحمادة. والام اللي بيتكلموا في كل حاجه المفروض قبل مع الاب والام، مع الولد والبنت يعني، الجواز، يشرحوا لهم الدنيا عامله ازاي. الموضوع مش سهل. بص، انا شايفة موضوع الاب والام يعني معلش، يعني احنا جيل عنده كل حاجة متاحة. يعني انا لو عايز افهم عن اي حاجة هي متاحة، فانا اسيب صح. ماما وبابا، لان ماما وبابا في سن غير سني، ودماغهم ممكن ما تبقاش متطابقة مع دماغي ولا متشابهة مع دماغي. فالأفضل يعني إن أنا كده، والله لو أنا أقدر إن أنا أروح إن إحنا لازم نوعي نفسنا بالجواز. هعمل بقى couple therapy، هشوف الدنيا ماشية إزاي، هحضر كورس، هسمع حد بيتكلم. المهم إن أنا أثقف نفسي يعني، لكن ما بقاش داخل كده أكتشف بقى يعني. و و و يلا نخش في وكت... الموضوع. يعني نشوف بقى الكلام على إيه جوه. ما لا صحيح مش موضوع كبير. احنا كانت كده بتغرز وفي قصه كبيره، خصوصا بقى لو قاوحت وكملت وفي طفل، نهارك ابيض. إمم، شكرا. صح، ده ده يعني هم بيدفعوا ثمن اختيارات خاطئه صح. للاسف. ولما نكمل ونقاوح ده اكبر غلط. فعشان كده لا، نسيبنا بقى من الآراء اللي على دماغنا من فوق بتاعت المجتمع الجميل، واللي ما عندناش طلاق ومفيش حد بيطلع في عيلتنا، وكمل عشان خاطر الولاد والحاجات الجميلة دي. اللي مش مرتاح بعد محاولات كتير حصلت إن إحنا إمم، نوقف الموضوع ونفوت ونعدي ونكبر، نعمل كل حاجة من يعني القرار ده يتاخد بعد ما نستنفذ كل الفرص، وفعلا إحنا مش نافعين، إحنا مش مناسبين. وده مش عيب ولا غلط والله، خلاص مش مناسبين. ممكن انت تبقى مناسب لواحده تانية وهي مناسبه لحد تاني. حقيقي. لو في علاقه بعد كده نتكلم، لو في طفل هنشوفه، لو في حد هنتقابل اكيد. وما نطلعش كمان مستنزفين أوي، يعني ما اطلعش منها وأنا ميت وكاره حياتي وكاره الناس والجنس الآخر. عقد، في عقد بتطلع. ما امشيش وأنا مستنفذ لدرجة إن أنا حتى مش عارف أحب نفسي، أحب ولادي، فما نجيبش آخرنا في الحاجات. ما نخلّيش ساعات حاجة تخلّص علينا. بقول لك، ساعات بتلاقي طب هو المشكله في مين؟ المشكله فيه ولا فيا ولا في الظروف ولا في المجتمع ولا في الجواز نفسه ولا الفكره في مين؟ لو مشيناها بشياكه وبلطافه وزي ما دخلنا كده كنا شفنا بعضنا داخلين ازاي، خرجنا صح. بنفس مش هقول ابتسامه طبعا، الموضوع بيبقى شديد، بس اللي هو بنفس الشياكه، إمم. عشان بس ما نكرهش بعض، وما نكرهش اللحظه، وما نكرهش الناس، وما نكرهش الجنس التاني زي ما انت قلتي، وما نكرهش الطفل اللي جه اللي هو سبب اللي هو معلقنا في الموضوع. ليه ليه ليه؟ لأ. هي عامةً أقول لك حاجة، هي مش نهاية العالم، أنت عارف؟ بجد هو مش سهل أنا عارفة، بس باحس إن في شيء برضه من التفخيم أوي لفكرة الطلاق، يعني خلاص، مش نهاية العالم، اب بجد. خاض الحياه يا ابني مش عارف. والله مش نهاية العالم، مش نهاية العالم. ما هي كل نهايه بدايه لحاجه جديده يا جماعه. هنتعب شوية ونتكعبل شوية ونعافر شوية ونتعود شوية ونقع تجربة يعني. طبعا عشان لما يحصل تاني واجي اتجوز تاني او يبقى في علاقة تانية، اختار بقى صح، أيوه، اعرف مضبوط. اختار الحاجة اللي تكمل. افويد بقى اللي حصل في الموضوع ده كله. التجارب المستفادة اللي طلعت بيها من العلاقة دي هتنفعني بعد كده في حياتي، وهتنفعني في تجارب، وهتنفعني لما اجي اتكلم مع حد، انصحه بقى ولا ياخد حقيقي. رايي في الموضوع، اكلمه عن اكسبيرينس فعلا حاصله لي، مساني شخصيا، فهعرف اتكلم عنها كويس جدا يعني. بس ما طلبش ناجي العالم خالص خالص يعني. عارف كمان بتحصل مرحلة بقى حلوة كده من صدق البني آدم مع نفسه، مم. أمّا بتبدأ تreflect
مع نفسك. انا عملت انا اتسرعت برضو في الحتة دي. انا برضو مم. كان في حاجة ظاهرة هنا، بس انا او ليفل اعلى بقى من الصراحة. انا برضو غلطت هنا، انا كنت متهور سنة هنا. انا كان ممكن اعدي الموقف ده، بس انا كنت صغير شوية فما عدتوش. انا كنت اناني هنا شوية، انا كنت عصبي هنا شوية. فحتى لما انت بتبدأ تهدى، بتبدأ تحس انه انت شايف احلى، شايف كل حاجة، شايف اللي ليك واللي عليك. شايف انت مم. غلطت في ايه واتغلط معاك في ايه، شايف انت عملت ايه حلو واتعمل معاك ايه حلو. فانك توصل مرحلة الانصاف دي بقى بحبها قوي. المرحلة دي ان انا خلاص انا شفت التجربة بشكل حيادي وهادي، وبدأت اشوف ايه فعلا ال الايجابيات والسلبيات عشان ما اعملش ده تاني. فبحسها مش نهاية و- العالم بجد. ايه. بنتوجع، بنتوجع بس بنستفيد. يعني على فكرة اصل معلش، هي التجارب كلها بتعمل فيك كده. يعني تجارب كتيرة بتعمل فيك كده، انه بتوجع فبتعلم. فدي حاجة من الحاجات، بس مش نهاية العالم فعلا. بس احنا بنقعد نغرق فيها شوية. بنضخمها قوي وبنعظم فيها يا جماعة وازاي وما يصحش اه. وبتاع. بس هي لا. ونليبل بقى، انت مطلق او انت مطلقة، هي طب ما فيش حاجة بقى جاية في السكة. طب اه ما فيش بقى. يا جماعة بقى. طب ناوي على ايه؟ طب مش قول لي ناوي ناوي على على ايه؟ حاجة. ناوي على هطلع حاجة؟ صيف عادي. انا قاعد اهو معاكم شوية. انا انا رايح دهب يا جماعة لازم، ايه. ولازم كله ورا بعض وانتوا اهدوا يا جماعة علينا شوية. ايوه ايوه. زي فكرة ايه ده، انت كبرت، خطبت، اتجوزت، خلفت تاني، في ايه؟ عشانكم على حالك فكرة. بقى. انا مش جاي احقق طموحاتكم في الجواز، انا جاي بشوف ايوه. طموحاتي انا. اللي هيركز مع الناس بجد اه. ويعني هتروح ورا الشمس. انت عايشه بتلبي رغبات ناس تانية. انت كده عايشه ايوه. بتلبي رغبات ناس تانية، مش رغباتك انت. مين حاسس بيكي بقى؟ اخر مرة اتسألت انت مرتاح لايه كانت امتى؟ مم. اخر ما مرة. حصلتش. يعني في ما موقف حصلتش. حصل لك، في اي حاجة حد جه سألك مثلا، توبيخاته بقى في وسط الدوشة دي كلها، انت قلبك مرتاح لايه؟ اه. انت حصلت. لا دي ما لا، ما حدش بيقول لي طب يعني انت مرتاح طيب للقصه، مبسوط راح يعني قلبك مرتاح ليه؟ بقول له انت مش مكاني. انا هو، انا مش عايزك مكاني، انا هو انا وانت هو انت. انا بحكي لك عشان دماغي يفكروا مع بعض بس. فلا بتلاقي الناس بتقول لك وجهة نظرها هي ورؤيتها هي، ومحدش بيفكر يقول لك طب انت بقى شايف ايه؟ يعني ده سؤال على فكره، ده مهم جدا في الكوتشنج، خدناه مع حسام. جد. في اللي اتعلمته برضو من الكورس التي او تي اللي رحته، الدكتور اللي بتدينا لما اجي اسالها في حاجه، ولا هو انت مش عارف ينفع هو كذا ولا كذا، تقول لي انت شايف ايه؟ بحب قوي تخليني السؤال ده. يعني بس استسهل الاجابه. هو عايز يشوف انا هفكر ازاي، بتعمله مع كل الناس يعني مش انا بس. مم. ولا ده فكري ده، ولا انت شايف ايه؟ او لا انا شايف مش عارف ايه. مثلا تقول مثلا صح او لا ممكن نعمله بس هو ايه، هو حته كده انت شايف ايه او انت رايك ايه او انت شايفه ازاي، تخلي الواحد يبص كده نظره. انا كنت بكلم واحد صاحبي قريب، وما كنتش بديله كوتشنج يعني، بس اللي هو جه قصه كده فبتكلم معاه، فسالته سؤال من بتوع الكوتشنج كده، قلت له انت حاسس بايه؟ انت لو عملت كده هتحس بايه؟ قال لي يا ابن اللذينه السؤال ده انا ما كان سؤال بتسألش عادي. الأسئلة دي. قال لي ايه ده؟ قلت له كرامات الكورس بقى. انت عارف، انا من كتر والله، من قبل ما ناخد كوتشنج، انت عارف، كان دايما لما ابني يجي يسألني في حاجة، هو انت ايه رأيك في كذا؟ فاقول له انت شايف ايه؟ مم. فبلاقي على وشه نظرة كده، ميكس كده، ميكس ان هو ايه ده، انا فعلا هقعد اسمع اللي جوه بقى. وميكس تاني بيحس انه انا متشاف، انا مسموع. تاخد رايي. انا رأيي مهم.
لان احس ان انا فارق، رأيي مم. فارق، كلامي فارق. انا اما باجي اتناقش مع اهلي وهم خايفين عليا، انا ما عنديش شك 1% ان هم خايفين عليا وبيحبوني جدا وكل حاجة، بس كل حد بيبقى شايفك عايز تعمل حاجات معينة. يعني انا شايف ان من وجهة نظر ماما مثلا، انا عايزة مم. نانسي تعمل كذا، من وجهة نظر اختي انا عايزة نانسي تعمل كذا، يبقى عايز يعمل لك الحاجات اللي من وجهة نظره هتريحك، من وجهة نظره هو. محدش بيجي يسألك طب هو انت هتتبسط لما ايه يحصل؟ هو انت نفسك في ايه فعلا؟ هو انت عايز ايه فعلا؟ يعني فاهم قصدي؟ فبقيت اخد بالي من افتقادي للموضوع ده، فبقيت اعمله مع الناس القريبين مني، عسى ان هو ايه، ينتشر في المجتمع. اللي هو يزيد بقى يعني كده ان شاء الله وينتشر. نبدأ نسأل بعض انت انشروا نفسك في الحاجات دي يا ايه. جماعه، حاجات كتير. وح... انا شايف ان ده كمان راجع لتربيتنا. احنا دايما بيتقال لنا اعملوا كذا. اه. احنا ما كانش بيدينا في، يعني ممكن نقول معظم جيلنا يعني، او اهالينا ربونا بهذه الطريقه يعني. اه. احنا دايما اعمل كذا، انت خش كليه كذا، ما دام اه. جبت المجموع ده. يبقى. تسال هو طب انت نفسك في حاجه تانية؟ ما ينفعش تجيب 99% وتخش تجاره. خساره يا حبيبي. طب يا لا، حبيبي تطلع طب دكتور. ايوه. تطلع دكتور خاله و... اه وتساعد في العياده ايوه. وبتاع، وتطلع مهندس زي عمك. مش. انت دايما حاجات كتير قوي في حياتنا احنا مسيرين فيها، ما كناش مخيرين. مم. لا انت كذا خلاص، هم راسمين لنا حياتنا، هو نابع من خوفهم علينا. انا مفيش عارفه. حد شك واحد في المية ان اهله بيخافوا عليه، بس هي خالص. الطريقه. ايوه. ازاي بتخاف عليا، وازاي بتوجهني. مش لا وخلاص، لا، ما حدش بيقول لنا لا ليه. يعني ما تروحش المكان ده او ما تعملش دي، هو كده وخلاص. مش كده مم. وخلاص، قولها لي لا ليه، اقنع يعني وخلي اتناقش. بالك ان انت عايز ولادك يسمعوا كلامك وهو لا وخلاص، صح؟ بس بره البيت انت عايزه شخصيته قويه، طب ازاي؟ اه ما هو اه اه انا ما هو انا يعني محطوط جوه قالب و... والقالب ده يعني مخليني مش بتحرك جوه البيت، بس بره البيت تبقى النمر الاسود. جن، جن مصور بس. طب هجيبه ازاي؟ منين؟ هجيبه منين حضرتك؟ ما هو ما جوه ما اعرف. فيش. ما انا ما لقيتش جوه، هطلع بره ازاي؟ مش عارفه. يعني انا لما باجي بجد بلاقي مالك بدأ يجادل في حته ايه، طب ليه لا، طب ليه ارجع الساعه كذا، احس ان انا بقى، ما انا برضو متربيه برضو بطريقه معينه، فاحس ان انا هتشذرن وبعدين افتكر هو انت عايزه شخصيته قويه بره وجوه لا، يعني طب ما تفهميه هو انت هتخسري ايه. فبدأت بقى ايه، لا في بقى شوية توضيح، لا احنا بنعمل كذا وبنعمل كذا، فاليوم ضيق فمحتاج ترجع بدري عشان كذا. فبدأت الاقي ان هو ما عملش حاجة غير ان هو بيسأل، ما هو من حقه يعرف. امم انا من حق اعرف فعلا ايه المشكلة لما اعرف. ففكرة برضو ان انا الازدواجية في المعايير بتاعت ان الطفل يبقى سفنجة في البيت تمتص الإهانة، وبره البيت تبقى اسد يالا في ايه، طب بأمارة. ازاي؟ اديني أمارة. ما اعرفش، طب عايزه براكتس، يعني عايزه امارس الشخصيه، طب في اي حته لا، ما بره بس. ما ف لا، ده عندهم هناك بره مش علينا. تخش هنا تقلع شخصيتك وانت داخل مع بالظبط الشوت سيبها كده. بره على الباب. اه زي دغري كده اسالك يعني ايه سعاده بالنسبه لك؟ اوه اه ده قصة كبيرة دي. ايه السعاده بالنسبه لك؟ ايه اللي لما يحصل تبقى سعيد؟ حاجات كتير قوي لما تحصل تخليني سعيد، بس من اهمهم ان لما اشوف ولادي مبسوطين، بعمل لهم حاجه تبسطهم، او هم مبسوطين بشكل عام ده يبسطني. انا شخصيا اللي بيبسطني ان انا اعمل حاجه انا بحبها. امم. اعمل حاجه انا بحبها، ومش شرط انجح فيها. يعني مش شرط ابقى الرقم نمبر 1، انا مش عايز ابقى محمد رمضان فيها. انا عايز انا اعملها وابقى مبسوط وانا بعملها، والناس تسيبني اعملها ومحدش يحاسبني.
مم. ان شاء الله تكون حاجه بسيطه قوي يعني، ان شاء الله يكون بس عارفه المي تايم ده اللي هو مثلا انا قاعد بص في السقف، انا بحب ابص في السقف، انت مالك؟ فما تبوظوش عليا هذه اللحظه. انا بنبسط في كده. انا في حاجات كتير قوي بتبسطني دي حاجة على مهمة قوي. اه لا بجد البص في السقف حاجة مهمة، الوقت الفاضي مهم جدا. الولع. ده مهم جدا. اه بغمض عيني بس مش نايم، باصص في السقف، ما بفكرش في حاجه. يعني ما حدش يجي يقول لي بتفكر في ايه، انا ما بفكرش في حاجه والله العظيم، ما بفكر في حاجه. والله لو بفكر هقول لكم. انا انا شادد الفيشه بس شويه مش اكتر. اه. من ضمن الحاجات اللي بتبسطني جدا، انا بس ادكتد شويه بالكوره، فان فريقي يبقى كسبان واتابعه ويبقى الدنيا لطيفه كده دايما اوكي. بتبقى احدى الحاجات دي انا بعملها. ما اعرفش في حد تاني، ممكن يكون في حد تاني لو في ناس مجانين كوره بيعملوها. انا لما ببقى متضايق وعايز افك، بروح اتفرج على الاجوان، اوكي. بفتح يوتيوب اتفرج على الاجوان. انا حافظ بقى حاجات وتواريخ وبتاع، وخصوصا الحاجات اللي انا كنت موجود فيها في الاستاد، أنا كنت موجود في اليوم ده في الماتش ده، فالحاجات دي بترجعني تماما بتفصلني خالص من الاكتئاب او المود الوحش يعني. اوكي. جاوبت كده على السعاده تقريبا. طب لو انت واقف، لو انت اتنين دلوقتي ماشي وبينصح، وواحد قاطب بيسمع، هتنصح نفسك بإيه للفترة اللي جاية؟ انصح نفسي الفتره الجايه سؤال حلو قوي على فكره. حقيقي. هقول له خد بالك من صحتك شويه، خد بالك من صحتك شويه، مهمل فيها حبتين ثلاثه. ف بالمنظر ده مش هينفع يعني، شويه كده وهنتعب. مم. ف وريح دماغك شويه من التفكير، بلاش 24 ساعة الأوفر ثينكينج اللي شغال فيه ده والمستقبل وهيحصل إيه بكرة وبتاع. خليك ماشي يوم بيوم كده وسيبها على الله والأمور كلها هتتحل. بس دول أكتر نصيحتين ممكن أنصحهم لنفسي. ماشي، دي حاجة حلوة قوي. أنا عامة اتبسطت قوي يعني، فكنت عايزة أسرد في حاجات تانية، بس ممكن نخليها بقى بجد مرة تانية كده إن شاء نعمل الله. مرة تانية، ممكن نعمل مرة تانية نستكمل فيها يعني. وممكن أو يعني خايفة الموضوع يبقى مخشب، بس سرحت يعني لقيتني بتكلم بسهولة. اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. الحمد لله. خلاص ماشي. ماشي. شكرا يا محمد. يا نانسي جدا. لا شكرا بجد لوقتك، شكرا جدا بجد. شكرا، إن شاء الله تبقى حاجة حلقة حلوة ويوفقك في الحاجات اللي جاية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. باي باي.